سنة 831 المأمون بيوصلوا تقرير إن في فتنة هناك، ناس مبلطجة ومش عايزين يدفعوا اللي عليهم ولا عاملين حساب لحكومة ولا لممثلين الحكومة اللي هناك، بالبلدي كده محدش قادر عليهم. الخليفة المأمون كان راجل متحضر مثقف وما بيحبش أبدا يبدأ بالصوت العالي، فيبدأ يبعت لهم ناس تهديهم وتتفاوض معاهم وتشوف طلباتهم. وبما إننا شعب متفرعن وطول الوقت واخد على ضرب الجزمة والكرباج، نقوم طبعا سايقين فيها، ومش بس نرفض نسمع، لا ده احنا كمان بنقتل الراجل الغلبان اللي امير المؤمنين بعته لينا عشان يسمعنا ويفهم ايه اللي مزعلنا. وبما ان الجزاء من جنس العمل، مش معنى ان الخليفه راجل كيوت ومتحضر وبيعامل الناس بالحسنى ان صبره ملوش حدود، فبعت لهم اللي يأدبهم ويملص ودانهم. وتبدا ناس كتير طبعا مضحوك عليها ومعمول لها غسيل دماغ تتاخد في الرجلين، فما بقاش قصاد جزم قلاطيش الخلافه غير انها تدهسهم. فيروح البطرك يساب يتشفع لهم ويقول له انهم خلاص عرفوا غلطهم. يقوم الخليفه مسمعه كلمتين ويديله 48 ساعه حبس، بما انه قائد روحي لشويه مصريين مش قادر يسيطر عليهم. وشوف يا اخي العالم الكفره اللي ملهاش كبير، لما وصلهم خبر حبس بطركهم قالوا ولا يفرق معانا، واحنا اصلا ملناش كنيسه والراجل ده ما يخصناش. ويبقى بالطريقه دي صناعيه رد التاريخ على البارد رسموا مشهد HD لشويه نصارى متمردين ولا فارق معاهم دوله ولا حتى كنيسه، لدرجه انهم صغروا بطركهم وكانوا سبب في اهانته. ملهمش كبير، عايزين الدنيا سداح مداح. ولما الخليفه بعت لهم حد من طرفه يقعد معاهم ويسمع طلباتهم ساقوا فيها وقتلوه. يعني فجر وبلطجه وقله ادب استفزت طبعا رئيس مجلس اداره الامبراطوريه العباسيه لدرجه انه هيسيب اللي في ايده ويحط شبشب في رجله ويحجز تذكره على اول ناقه طالعه على مصر ويأدبهم بنفسه. وبما ان العيل السو بيجيب لاهله اللعنه، ينزل عليهم الخليفه ويدشملهم. بصراحه الراجل كلامه مقنع وعنده ألف حق. وبعدين لقطه قتلهم لرسول الخليفه دي برضه تقول انهم فعلا كانوا مقطعين بطايقهم وعاوزين يولعوا في البلد.